بتحبني او ما بتحبنيش ده مش فارق لي خالص. كل اللي فارق لي دلوقتي كلمه حلوه منك او دعوه حلوه منك، دي هتهون عليا كتير. انا النهارده كنت مخلص شغل وانا راجع، كنت جنب القصر العيني كده معدي، وشفت واحده وبنتها قاعدين بيعيطوا بره، كان عندهم ابنهم مريض جوه، وكان المشكله ان عايزين حد يتبرع له بدم وكده، وكان في ناس كتير واقفه، ما حدش كان راضي يتدخل ولا حد راضي يتبرع ولا حاجه. فانا قلت عادي يعني، ده ثواب، اما اروح اعمل كده اكيد ربنا هيكرمني وهيرضيني. وفعلا بالفعل يعني انا رحت لهم وقلت لها يا استاذه انا جاهز هتبرع بالدم، قالت لي ربنا يبارك لك، وفضلت تدعي لي كتير. بس بعد كده انا اتصدمت، دخلت عند الدكتور جوه، ولما دخلت جوه الدكتور سحب مني عينه دم، وبعدين رجع لي تاني في نفس الوقت، قال لي دمك مش هينفع. قلت له ليه يا دكتور؟ بعدين انا جسمي كله اترعش وبقيت خايف. انا اسف ان انا بعمل فيديو زي دوت، بس والله العظيم غصب عني. كلمه منك او كلمه حلوه او دعوه هتهون عليا كتير وهتريحني. الدكتور قال لي مش هينفع نسحب منك دم، قلت له طب طمني على نفسي يعني، قول لي ايه اللي عندي يا دكتور. ساعتها الدكتور ما رضاش يقول لي، بعد ما اتخانقت وعملت مشكله كبيره في المستشفى عشان عايز اطمن على نفسي. الدكتور قرر ان هو يقول لي عشان يخلص من زعيق يعني وزني وكده. صدمني بكلامه وقال لي يا ابني احنا عايزين دم، انت عندك عسل. قال لي كل ما اسحب عينه تطلع لي عسل، انا عايز دم يا ابني مش عايز عسل. والله العظيم دكتور بيفهم قسما بالله. طب النبي دكتور، قلت له يا دكتور انت اللي عسل قسما بالله. اسف، في ناس دلوقتي تقول عليا انت عيل بضان وانت شخص مش شخص بارد يعني، عشان خليتنا نزعل وبعد كده، بس يعني لازم يعني يا جماعه لازم اخدك شويه كده وشويه كده، فانا اسف يعني. والله العظيم بحبكم قسما بالله، احلى اخوات في الدنيا. محدش يصدقني، محدش يمشي ورايا تاني يا جدعان، ما تمشوش ورايا، انا شخص تافه وبحب الهزار، محدش له دعوه بيا.